بين كل فترة والتانية لما تدخل جروبات الداتا اناليسز على السوشيال ميديا هتلاقي نفس السؤال بيتكرر. ممكن حد يرشح لي رود ماب اتعلم بيها داتا اناليسز، وكل مرة تفتح الكومنتات تلاقي اجابات مختلفة. ناس تقول لك ابدأ ببايثون، ناس تقول لك ابدأ بسيكوال، وناس تقول لك ادخل على الاي اي على طول. وفي الاخر بدل ما تبقى فاهم اكتر بتحس بتوهان. وعلشان كده احنا في ماشين فاي جمعنا لك الرود ماب دي في 5 خطوات بس، وكل خطوة مبنية على اللي قبلها عشان توصل في الاخر لسوق العمل بجد. في الخطوة الاولى هنفهم داتا ونتعلم اكسل وسيكوال، والخطوة الثانية انك تحلل البيانات وتعرف تستخدم بايثون وطرق التحليل المختلفة علشان تحول البيانات دي لمعلومات واضحة. وبعدها نروح لثالث خطوة وهي انك تعرض البيانات، فتتعلم الباور بي اي وادوات الفيجواليزيشن علشان تقدر تحكي قصة واضحة من البيانات. ورابع خطوة انك تدمج الاي اي في شغلك وتستخدمه كمساعد بيختصر وقتك ومجهودك. واخيرا خامس خطوة انك تطبق كل اللي اتعلمته في مشروع حقيقي بيتحط في البورتفوليو بتاعك ويتراجع من ناس شغالة فعلا في سوق العمل، وده يفتح لك أبواب في سوق العمل ويخليك مطلوب فعلا. فلو عاوز تمشي الرود ماب دي وتتعلم داتا أو AI يبقى ماشين فاي. فالفرصة قدامك دلوقتي، يا تكمل تدوير وحيرة، يا تستثمر في نفسك وتحجز مكانك معانا دلوقتي.